راديو بوير اف ام. بوير اف ام راستيا بوير بناسن. أهلا ومرحبا بكم أعزائنا ومشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج طبيبك الذي يبث أسبوعيا عبر أثير إذاعة بوير اف ام على الموجة الإذاعية 103.5 يوم الثلاثاء الساعة 6:30 مساء. في هذه الحلقة سوف نتحدث عن أشياء الأمراض الداخلية والهضمية وكيفية معالجتها. يسعدني أن أرحب بضيفي الكريم الدكتور خير الدين حسين، أخصائي داخلية وهضمية. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا أخ محمد، أهلا وسهلا بإذاعتكم
الكريمة. شكرا لحضورك معنا اليوم. أعزائي المشاهدين والمستمعين، بإمكانكم الانضمام إلينا عبر الهاتف الأرضي 429 101 وأيضا عبر رسائل الواتس 0938 280 814 وأيضا عبر البث المباشر على صفحتنا الرسمية boyerpress/عربي. بداية دكتور، ما هي أعراض جرثومة المعدة وما هي طريقة العلاج؟ مساء الخير لكل الجمهور، لكل من يستمع إلينا سواء داخل أرض الوطن أو في خارجه. الحقيقة جرثومة المعدة موضوع يعني شائع، أخذ صيت واسع، ولكن هناك بعض المفاهيم الخاطئة فيها الحقيقة. هذه الجرثومة تصيب فعلا جرثومة المعدة أو ما يسمى الحلزونية البوابية أو ما تسمى الهيليكوباكتر بايلوري، هي جميعها تسمية لجرثومة تصيب المعدة وتحدث أمراضا مزمنة كالتهاب المعدة المزمن والقرحات المعدية والأثنى عشرية، وأحيانا قد تسبب تنشؤات المعدة أو سرطانات المعدة. هذه الجرثومة الحقيقة صارت عليها دراسات كثيرة إلى أن اكتشفت وأثبتت أنها موجودة. هذه الجرثومة على الرغم أن حموضة المعدة قاتلة لجميع أغلب الجراثيم، ولكن هذه الجرثومة لها ميزات وخصائص حتى قادرة أن تعيش في هذا الجو الحامضي. فهناك طبقة المخاط التي تغطي الغشاء المخاط للمعدة، آخذة هذا الغشاء أو الطبقة المخاطية غطاء لها، وتفرز أنزيما نسميه اليورياز التي تحول مادة اليوريا البولة إلى أمونيا القلوية لكي تحافظ على معيشتها، لأن حموضة المعدة قاتلة بعد. هذه الجرثومة موجودة في أصقاع الدنيا كافة، ولكن تكثر انتشارها في البلدان العالم الثالث. كما في بلدنا سوريا عالم البلدان الثالث حقيقة نسبة الانتشار هي حوالي 80%. الفكرة التي أود أن أوصلها إلى السادة الجمهور، كثير من الناس في عياداتنا أو مراكز تراعي دكتور أنا معي جرثومة المعدة، دكتور أنا معاني منها. لا يخافون كثيرا من هذه الجرثومة. صحيح هي انتشارها كثير، ولكن القسم الأغلب أو غالبية الناس لا تحدث لديهم إصابات حقيقة بهذه الجرثومة. فالجرثومة هي تنتقل عن طريق الماء والطعام الملوث، فهي إذن معه المستودع هو الماء والطعام الملوث. هناك حالات طرق الانتقال تبعتها أيضا تنتقل من الإنسان إلى الإنسان عن طريق اللعاب. إذن بين البشر تنتقل لأنها موجودة في اللعاب وفي سوائل الجسم. بالضبط. هذه الجرثومة حينما نشك فيها طبعا من أعراضها مثلا بتعمل لي ألم بطني، بتعمل جشاءات، بتعمل لي نفخة، عسر هضم، بتعمل لي اقياءات، بتعمل لي نقص وزن. فعندما أشك وأنا في بلد مثل بلدي ويجيني بهذه الأعراض ممكن أن أفكر في هذه الجرثومة. عندما يشك الطبيب في هذه الجرثومة فيطلب لها بعض التحاليل المخبرية. فتحس، ولكن مثل ما قلت يعني في بداية الجلسة أنه ليس كل من لديه هاي الفكرة الخاطئة طبعا من قبل الناس ومن قبل مع احترامي الشديد لكل زملائي الأطباء، عندما تلاحظ أن الجرثومة إيجابية فيعالجون، وهذا خطأ شائع. هذا خطأ يجب أن نصحح سواء كان مني أو من غيري. هناك حالات يعني استطبابات علميا، نقول استطبابات يعني الحالات التي تستدعي العلاج، فهناك حالات مطلقة استطبابات مطلقة للعلاج، وهناك حالات استطبابات نسبية للعلاج، وهناك الأغلبية لا نعالجهم. دكتور، هل الجرثومة عم تؤدي لأمراض مزمنة مثل ما التهاب المعدة المزمن وقرحة المعدة والاثنى عشري ثالثا، وهو الأخطر والأهم اللي هو سرطان المعدة. طيب دكتور، ممكن نشفى من هاي الجرثومة؟ الحقيقة بعد إثبات التشخيص وعندما حطينا استطباب يعني وضعنا استطباب لعلاج هذه الحالة، فهنا نسبة حاليا طبعا وضعت صادات كثيرة، مضادات حيوية، واستخدمت علاجات أنظمة علاجية كثيرة الحقيقة. حاليا تصل نسبة الشفاء في حال كان مطاوعة المريض، يعني المريض تناول الدواء بشكل واضح. واثنين أنه يعني استعمل الماء والطعام، يعني بمعنى أنه الصحة العامة، الصحة الفموية الهيجين نسمينها. الصحة الفموية اعتنينا فيها، وبالصحة العامة ممكن تصل نسبة الشفاء إلى 93%. نسبة ليس قليلة. نسبة عالية من الشفاء. وأيضا أحب أن أنوه إلى فكرة كتير مهمة،
يأتيك المريض دكتور أنا والله ما استفدت شيء من العلاج دكتور لأنه عملت تحليل طلع جرثومة إيجابية لساتها. فالفكرة الخطأ الثاني الشائع، الخطأ الأول أنه عندما يلاحظ إيجابية الجرثومة يعالج. الخطأ الثاني دكتور أنا أخذت هذا الدواء ولم أتحسن، أو دكتور أخذت الدواء والحقيقة أنه لسه عندي الجرثومة. وحب أن أنوه بأن التحاليل المصلية يعني التحاليل الدموية ممكن أن تبقى إلى 2 سنين حتى بعد الشفاء من الجرثومات الحلزونية البوابية. هناك طرق طبعا يستعملها الأطباء الهضمية فقط بالضبط نكتشف هل هذا المريض شفي تمام جرثومة. بنسميه نحن اختبار اليوريا بالنفس، يوريا بريث تيست. هذا الفحص يجرى بعد 4 إلى 6 أسابيع من الانتهاء الكورس العلاجي من الجرثومة، وهي معلومة كتير دقيقة ومهمة. بعد 2 ل 6 أسابيع وسطين 4 أسابيع هنا نتحقق أنه نعم. ثانيا في تحليل بعض إجراء جديد هو الحقيقة هو كشف المستضد في البراز، أيضا يفيد في التشخيص وفي المتابعة. معنى المتابعة عندما نحب أن نتأكد من هذا المريض تخلص منها، عندما يصبح هذا التحليل سلبي فسلبيته تعني أنك تخلصت من جرثومة. أما التحليل المصلي وأتمنى من كل المرضى وكل المستمعين أن يأخذوا هذه الحقيقة، لا من يعني بدون استشارة طبيب وطبيب أخصائي لا تعمل هذا التحليل من وحدك، فقد يطلع إيجابي بعد العلاج، وهذا ليس دليل على أنك لم تشفى من هذه الجرثومة، إنما هذا دليل أنه هذا التحليل يبقى لمدة ممكن 1 إلى 2 سنين حتى بدون وجود هذه الجرثومة. دكتور، فحص اكتشاف أو كشف الجرثومة موجود عندنا هون بالجزيرة؟ عندنا عدة فحوصات مثل ما قلنا، في عندنا الفحوصات المصلية، في عندنا الفحوصات الغازية شوي اللي نحن يعني متوفرة بشكل واضح. فقط المتوفر هو اختبار اليوريا بالنفس، الحقيقة هو غير متوفر، موجود في دمشق في العاصمة فقط لا غير. ونحن الحقيقة المرضى ونوه للفكرة الثالثة إنه أحيانا المريض إنه عم تقول له يا أخي بدك تنظير هضمي علوي، الحقيقة الإثبات الأكيد هو طبعا هذا 100% إذا في بناخذ خزعات من الغار، بناخذ خزعات من المعدة عن طريق تنظير المعدة، وهو شوي المرضى بيخافوا منه شوي الحقيقة، إنه هذا بيكتشف التشريح المرضي إنه في جرثومة واضحة عم يلاحظها عيانيا تحت المجهر، هذه الجرثومة موجودة. فهنا وسيلة تشخيص أكيدة مثبتة 100%. نعم. طيب دكتور، رح نحكي شوي عن التهاب بوابة المري. شو هو السبب الرئيسي لحدوث هذا الالتهاب؟ الحقيقة أيضا هذا العرض أو خلينا نقول هالحدثية الالتهابية هي عرض شائع أيضا. نعم. وخاصة مثل ما رد نذكر في المجتمعات التي ما فيها تنظيم غذائي كويس، ما فيها قواعد صحية بصراحة، قواعد حمية، أشياء أسباب عادة هو القلس المريئي المعدي. القلس جيرد جاسترو إسوفيجيال ريفلكس ديزيز، ده القلس المريئي المعدي، بمعنى مختصر فوهة الفؤاد ما عم تسكر منيح، قاصرة. السبب الأساسي طبعا هو حادثة مكتسبة، يعني ليست حادثة خلقية، ليست خلقية مع الولادة، وإنما شغلة مكتسبة. تحدث هذه الحدثية والإنسان طبعا في مقتبل عمره أو في دكتور، من شو بنكتسبها دكتور؟ هلا في أربطة نحن بالعادة المري في آخر 2-3 سنتي إذا نجي تشريحيا بيخترق العضلة الحجاب الحاجز عن طريق فوهة بنسميها فوهة اللي يمر فيها المري. طبعا هاي الفوهة عادة يكون المري مشدود إليها بواسطة أربطة نسميها الأربطة المرئية الحجابية. هذه الأربطة ترتخي لسبب أو من الأسباب. عندما ترتخي هذه الأربطة فيصبح فؤاد، نحن بالعامية يقول بوابة، نحن كطبيا نقول فؤاد. الفؤاد هو عبارة عن مثل صمام عم يمرق الطعام من المري إلى المعدة، ولكن لا يمرق من المعدة. عندما يمرق بالطرفين صار مثل دسام ذو اتجاهين، هون تحدث الحدثية الالتهابية. محتوى المري قلوي، بينما محتوى المعدة حامضي. فأنت لما يصعد الحمض إلى أسفل المري بيعمل لي التهاب أسفل المري، بيعمل لي التهاب بوابة المعدة أو التهاب الفؤاد. فالسبب الرئيسي والأوحد خلينا نقول أنه حاليا لالتهاب أسفل المري الأشيع هو القلس المرئي المعدي بسبب ضعف في هذه الأربطة. السبب الثاني ممكن يكون دوائي الحقيقة، أدوية كتير بتساوينا إياها، خاصة مركبات الحديد، مركبات البايفوسفونات، مركبات فوسفات ثنائية، خاصة المرضى الكبار في العمر يأخذون حبة أحيانا ألندرونات باميدرونات، بيأخذوا حبة مركبات الحديد
الصبايا في مقتبل العمر او اللي عندهم دورات انفيه غزيره احيانا في بيعالجون اطباء النسائيه، او نحن احيانا نعطيهم فقره دم بيعوز حديد، بنعطي الحديد. فبصراحه يعمل لي بيعمل لي حدثيه هاي ايضا دوائيا. هلا في عندنا الانتانات وعلى راسها الانتانات الفيروسيه والفطريه. الحقيقة الجرثومية كتير قليلة، ولكن الفيروسية والفطرية في فيروس نحن نسميه هيربس سيمبلكس، نفس الفيروس الذي يصيب الشفتين، هيربس سيمبلكس تقبيل سخونة بالعامين نقول له، فممكن يصيب لي التهاب بأسفل المري، ممكن يصير التهاب مري. وأيضا الانتانات الفطرية وخاصة عند المرضى المضاعفين مناعيا بنسميها الكانديدا البيكانس، المبيضات البيض يعمل التهاب في المري ويعمل التهاب أسفل المري. نعم دكتور، نحن حددنا أهم الأسباب اللي بتسبب التهاب بوابة المري. دكتور، شو هي الأعراض الظاهرية لهذا الالتهاب؟ الحقيقة الألم الشرسوفي نحن بنسميه، الألم هو العرض الأشيع شيء. الحقيقة الألم خاصة الألم يزداد بعد الطعام، ألم عنده وجبات طعامية كثيرة، يعني وجبات طعامية ثقيلة بساوي لي إياها. ممكن عندي غثيان، لأنه منعكسات الغثيان موجودة من البلعوم حتى مسافة متر من أنبوب الهضم، ممكن يعمل لي غثيان، ممكن يعمل لي قيء، وحتى أحيانا إقياءات مدمات ممكن تساوي لي إياها نتيجة تخريج أسفل المري. بتحدث طبعا التهاب أسفل المري نحن نقسمه ل4 دراجات حسب تصنيف لوس أنجلوس مدينة أمريكية طبعا اجتمعوا يعطوني التهاب أسفل المري وقسموا ل4 درجات حسب كل ما تزداد الدرجة بازدياد الشدة A B C D 4 درجات الحقيقة. فإذا الألم، الغثيان، الإقياء، إقياءات مدمات، عسرة الهضم، جشاءات أحيانا تحدث. مريض يجي عندي تريعة كتير، عندي جشاءات دكتور عم بدشها كتير. فهي أشياء الأعراض. طيب دكتور، طريقة العلاج هو نحن كتير حسب بعد ما حددنا إذا كان سبب إنتاني بنعالج الإنتان بالصادات الحيوية، سواء كان مضادات الفيروسات أو كانت المضادات الفطور اللي مثل ما حكينا. أما بالنسبة للقلص المرئي المعدي، وهو حاليا تعتبر أيضا يعني حدث كتير مهم، لأنه قديما كانت تنشؤات المري، سرطانات المري الحقيقة كانت أغلبها بنسميها شائكة الخلايا، سكويموس كارسينوما. حاليا هلا صار تقريبا 50% أدينو كارسينوما. السبب يعود إلى التهاب أسفل المري المتكرر، بنسميه نحن الجيرد بيؤدي بفترات طويلة مع التقدم بالسنوات، بأعمار الخمسينات ممكن شيء اسمه ماري باريت هو مرحلة ما قبل سرطانية. فهون نحن دائما نقول للمريض بدك تدير بالك على تعديل نظام الحياة. فبالنسبة للقلص المرئي المعدي كتير في شقين للعلاج. الشق الأول هو تعديل نظام الحياة اللي هو تخفيف الوجبات الطعامية، عدم النوم بعد الطعام مباشرة، عدم شرب كميات كبيرة من الماء، رفع الرأس على مخدتين أثناء الليل أثناء النوم، بعض الأكلات اللي ممكن توسع فوهة الفؤاد، يعني تعمل قصور في فوهة الفؤاد أو تعمل ارتخاء فيها، مثل الشوكولا، النعناع الأخضر والجاف، القهوة، مركبات الكزانتين الموجودة في التيوفيلينات في الزهورات والمليسي وإلى آخره، والقهوة طبعا. فهدول بيعملوا لي والدسم. موضوع البدانة كتير مهم. البدانة هي عامل مهم تعمل لي زيادة في القلص المعدي، ونحن في بلدنا بالنوه كتير، وهي مشكلة العصر هلا حاليا بيركزوا كتير على مشكلة البدانة أيضا، أنه لازم تخفف الكرش الموجود، لازم ننزل الوزن من حيث ما يصير ارتفاع ضغط داخل البطن لحتى محتويات المعدة ما ترجع تعمل التهاب أسفل المري. الحل الثاني هو الدوائي. الشق الثاني الدوائي نحن نسميه مركبات PPI، هن 5 أجيال حسب تسلسل ظهور الدواء، أو FDA منظمة الغذاء والدواء الأمريكية اللي أعطت FDA يعني أعطت المصداقية أو أعطت الأوكي لاستعمال هذا الدواء. فهون أعطت الأبروفال يعني إثبات إنه أثبت هذا الدواء خلص يعني. فهون في 5 أجيال نعطيهم، زائد بنسميها نحن بروكينيتيك دراجز، يعني الأدوية التي تقوي فوهة الفؤاد شوي الحقيقة، اللي هن مثل مركبات الدومبيريدون ومشتقات الميتوكلوبراميد، فبنعطيهم. الحل الثالث وهو حل الجذري والشافي الحقيقة، هو حل الجراحي، جراحة تنظيرية. هذه الجراحة غير موجودة في بلدنا في محافظتنا، ولكن موجودة أيضا في دمشق العاصمة. نسبة شفائها تصل إلى 60 ل 80%، ونسبة عالية جدا الحقيقة. أحيانا نسبة النكس توصل ل 20-30%. هون بتخلص تقريبا من الأدوية لكل عمل جراحي، طبعا لكل نظام سواء كان دوائي أو علاجي له أو جراحي له اختلاطاته، له مساوئ وله محاسنه، ولكن نحن عم نلاقي أنه هو الحل الكويس
لهالشيء هذا. نعم دكتور، أنت حكيت عن عملية التنظير. في عنا سؤال على البث المباشر من الأخ كندال شيخي عم بقول: دكتور، بالنسبة لتنظير القولون ما فوائده وأضراره الجانبية؟ الحقيقة بشكل عام خلينا نحكي عن أجهزة المنظار، سواء كان منظار معدة أو منظار كولون أو منظار الطرق الصفراوية نسميه ERCP. نعم. هاي 3 مناظير بالنسبة للهضميين نحن نشتغلون، لكن مع الأسف ERCP غير موجود في القائمة، لكن منظار المعدة والكولون متوفر عندي وعند زملائي البقية الهضمية الحقيقة. هلا مثل أي وسيلة تشخيص، مثل لما أنت عم تروح تقول يا أخي بدي أعمل إيكو، نعم. بدي أعمل طبقي محوري، أيضا المنظار هو وسيلة تشخيصية، وهناك شق آخر له شق علاجي. هناك تنظير تشخيصي وتنظير علاجي. نعم. بمعنى شو؟ التشخيص أنت شخصت الآفة مثلا. نعم. بالنسبة للجواب لسؤال الأخ، أنه المنظار هو وسيلة تشخيصية لكل إجراء مثل ما قلنا في إلى يعني تأثيرات، ولكن الحقيقة في فكرتين لازم نرضيها عنه. أول شيء بيعمل لي هذاك المرض اللي هو بيخوف أو اللي ما يتسمى هذا الحكي قطعا، يعني لا يوجد ولا يوجد شيء من الصحة على الإطلاق أبدا. ثانيا نحن نستعمل محاليل. الشق الثاني هو انتقال الأمراض. نحن نستعمل محاليل بنسميها سايدكس، وهو معقم. أي مرض فيروسي أخطرهم هو الفيروس بي والسي والفيروس HIV اللي هو فيروس الإيدز. حتى لو كان متوفر، نحن السايدكس المعقمات خلال 20 دقيقة يكون قادر على القضاء على هذه الجراثيم، هذه الفيروسات الثلاثة. فلا نخاف من هذا الشيء. نلغي الفكرة. نعم. ممكن اللي يكون تأثيرات جانبية الحقيقة في اختلاطات أحيانا له، لكنها ليست خطيرة. ليست خطيرة الحمد لله رب العالمين. ولكن وسيلة تشخيصية مثل أي وسيلة، مثل أي تحليل، ولكن تكمن الانزعاج من إجراء الحقيقة. نعم. فها ممكن أحيانا المريض يقول دكتور ما بدي ساي، أو يزعج شوي الحقيقة. دكتور، لو ممكن نحكي عن مرض سوء الامتصاص اللي بيعاني منه أغلب شيء الأطفال والشباب، شو هي أعراضه الرئيسية وكيف ممكن نتعالج من هذا المرض؟ المرض سوء الامتصاص من الأمراض اللي تخيف الشخص. لما نحن عم نشخص سوء الامتصاص، المريض بتقول له معك داء زلاقي، طبعا علميا نسميه سيلياك ديز، داء زلاقي. حاليا يعتبروه مشان يعني عدة تسميات. التسمية اللي حاليا عم يقولها هيك اسمه جلوتين سنسيتيف هايب انتيروباثي، يعني اعتلال الأمعاء للتحسس مادة الجلوتين. نعم. طبعا لأنه الأساس تبع الداء الزلاقي، الأساس الحادثة هو مادة الجلوتين التي هي موجودة في القمح والشعير والشيلم. إيه؟ نعم. هذه مادة نسميها الجلوتين، هو مركب موجود فيها. هذا المركب لما في بعض الأشخاص اللي مؤهبين وراثيا، نعم، في عنده استعداد وراثي. نعم. هناك موقع بنسميه نحن ال HLA، عند في HLA معين، HLA أعتقد D8 إذا ماني غلطان. هذا لما يكون عند هذا الشخص فهذا مؤهب لأنه يصير عنده الداء الزلاقي. نعم. فتأتي حادثة بمعنى أنه شيء محيطي. نعم. شيء التهاب، انتان معوي، مرض آخر، فيروس، عمل تريجرينج. نعم. يعني عمل تشغيل لهالشيء هذا. نعم. وظهرت الأعراض. الحقيقة بالنسبة لبلدنا أيضا هذا المرض شائع. ولكن في البلدان العالم ليست شائعة. وأغلب الحالات اللي نشخصها عن طريق أغلبيتهم يعني ما بالضرورة، هو أكثر شيء بيجي ألم بطني وانتفاخ وإسهالات، ولكن ليس بالضرورة تجاه الأعراض. نحن ببلدنا أنا اللي لاحظته أكثر شيء بيجي المريض الحقيقة بفقر دم بعوز الحديد. طبعا هذا المرض مثل ما قلت حضرتك بيصيب الأطفال، لكن هو يصيب من عمر السنة وحتى 80 سنة. هاي قاعدة. نعم. ليش سنة؟ لأنه بعمر 6 أشهر تدخل مادة الخبز اللي هو الطحين. بالضبط. بدخل الغذاء. نعم. بده 6 أشهر تظهر الأعراض لمخاطية الأمعاء. التفسير أو التشبيه الحقيقي فينا نقول هلا هي الأمعاء عندها ذغابات، كأنك دولاب جديد اشتريته، لما هالدولاب تشتغل تمشي عليه خلال سنة سنتين كيف عم ينمسح هيك عم يصير. فكتير بيخيف المريض. بتمنى أنه كمان المعلومة اللي نصححها، هذا المرض لما شخصته لازم تقول لمريضك الحمية هي مدى الحياة.
ما في شيء اسمه 6 شهور وسنة رجاء، ما في شيء محدد، ما في شيء محدد، بس شخصته مدى الحياة. بالإنجليزي اللي يحب يتسمع لايف لونج، معنات لايف لونج بالإنجليزي ترجمتها الحرفية مدى الحياة. مدى الحياة مدى الحياة، لأنه هالشي موجود عندك. ناس يروحوا والله دكتور عملنا هيك وحطينا خيطة. هذا الحكي يا جماعة مو إنه نحن ما نعتقد، مو إنه نحن ما عندنا معتقدات، نعتقد كل شيء يقدم لنا، سواء كان بالطب الشعبي البديل سواء كان، ولكن نبتعد عن خلينا نقول نبتعد عن الشيء المضحك المبكي. يعني لحتى وضعنا المريض وصل لخطة منيحة، وصل لمرحلة منيحة من العلاج، سوف نرى هذا الشخص يأتينا بعد 6 أشهر أو سنة من بعد ما صار ممتاز، خضابه صار 13، بيكون إجانا بفقر دم 7 والطبيعي لازم يكون 13 أو إجا بإسهالات شديدة، المريض صاير جلده عظمي بالعامية نقول، يعني صار عنده نقص وزن شديد. فبتشوف طبعا أعراضه كتيرة ما فينا نحكي بصراحة مشان ما نطلق، ولكن أغلب الأعراض هي الإسهالات. ولكن نحن ببلدنا اللي عم بكتشفوا أنا ومع بالاتصال مع زملائي البقية الحقيقة الهضميين، أغلبهم فقر دم بعوز حديد. نبحث عن السبب لما نعمل تحليل، طبعا فيه تحليل أيضا مصلي لحتى نتوجه كيف عم نتوجه. توجهت للأعراض بعمل هالتحليل، نسبة حساسية ونوعية هذا التحليل توصل لحتى 98% تصور. فهون بقى أيضا كمان الخطوة الذهبية في تشخيصه هو تنظير المعدة وخزعة المعدة. هذا أيضا بعض المرضى القسم الحقيقة عم يتقبلوا وقسم منهم ما يتقبلوا، وأتمنى أنه مو مشان الأطباء، بتمنى مشان الأهل، بتمنى مشان هذا الشخص، مشان هذا الشخص يأخذ حقه ويعالج صح. فيعمل تنظير وناخذ خزانة وإجراء سليم تماما. ولا يوجد أي خطورة عليه الحمد لله رب العالمين لحد الآن. أنا بالنسبة لي صار 13 سنة أمارس مهنتي في القامشلي الحقيقة، والحمد لله لا يوجد أي اختلاط، الحمد لله لا يوجد أي اختلاط تنظيري. أيضا يشخص لأنه هو القاعدة، لأنه له تشريحيا مرضيا له مراحل أو له مراحل، ما هو ستيج، يعني ستيج 0 ستيج 1 2 3 3 A B C 4. كلما اشتدت الإصابة كلما ازدادت الدرجة نحو الأسفل، يعني 2 3 4. بس نحن شخصنا هذا المرض طبعا نقول هو أنا كثير بشبه كل مرضى بيجوز هلا بيسمعوني يقول شو في أحلى من هالمرض اللي أنت إذا ما عم تاخذ شغلة ما أنت شفيت منه. مو أحسن من مرض أنت مدى الحياة تاخذ حب بالضبط، من مرض الفلاني عم تاخذه مدى الحياة. ما في أحسن من هذا المرض يا دكتور. بتحس يصير على وجه الاكتئاب، مظاهر الخمول، إنه يا أخي شلون مدى الحياة، وما هي اليأس والقنوط، إنه والله أخي أنا ما عاد ابني أو بنتي ما حد تقدر تأكل يأكل الخبز، شلون هذا صارت. طبعا نحن أول شيء كالمريض نحن لأنه أغلبيتهم صغار ومقتبل العمر، نحن بنعطيهم شوية أمل إنه يا أخي، وحقيقة هيك نوع من هاي، ولكن هو الصح إنه يا أخي 6 شهور تراجعني 3 شهور كل 3 شهور. الحقيقة لازم مريض داء الزلاقي يعمل مراجعات دورية كل 3 أشهر. هذا عالميا، هاي عالمي أول فترة كل شهر لحتى يصير ضبط للأعراض، لحتى نلاحظ تحسن. ممكن يكون تشخيص خاطئ، ممكن تشريح مرضي خاطئ، ممكن تحليل خاطئ، ممكن يكون طبيب وقع في خطأ. لسنا الحقيقة لا ندافع عن نفسنا فقط، وإنما تحسن المريض خلال أول 3 شهور شهريا مراجعته، بعدين كل 3 أشهر يعطي المريض مراجعة. الشيء المهم كتير إنه أحيانا يأكلوا موادا ولكن تحوي مادة الجلوتين المسكي العلكة هي موجودة بالطحين، فيعتبروها إنه ما هو من القمح مو من الدقيق. فإذا كل شيء من الدقيق، القمح والشعير. طبعا احنا الشيء اللي ما بناخذه الشعير، نحن ما في خبز. احيانا في ناس بتاخذ او بتاكل خبز الشعير دكتور، خطأ طبعا، خطأ هذا الشيء. نحن الدقيق الحنطة والشعير ممنوع. نحن المرضى اللي نحن نشخص لهم دقيق الذرة. الخبز هو خبز الذرة. خبز الذرة تماما. نعم. طيب دكتور، أنت تفضلت وحكيت عن فكرة أو عن حالة إنه في بعض الأهالي بيلجأوا للطب البديل. دكتور شو يعني الطب شو بيقول بهالحالة، صحية أم لا؟ هلا نحن بالنسبة لنا في شيء نحن إذا نحكي علم أنا أو غيري، هذا المرض مرض جيني موجود يخلق الإنسان ويحمل هالموقع هذا اللي هو ممكن يؤهب يصير عنده. وبظرف من الظروف تتفاعل هذه الإصابة وتظهر الأعراض. نعم. أما بالنسبة لما عدا ذلك فهو غير مقبول بالنسبة للعلم المرض. ولكن ممكن يقول يا دكتور هاي صارنا 6 أشهر سنة رحنا عند الطب العربي والحمد لله أمره زينة وكويسة، ما في أي شيء،
ما بتنازع عن رأيي، لأنه هذا رأي العلم، ما أقدر أنا أخون، يعني نقدر نقول إيه معلش يلا نمرق ما يصير. لا. أما بالنسبة للكلام العلمي دقيق هو الحمية مدى الحياة. ولكن نحن عم نتابع الآن، بالنسبة لي عم تابع المراكز العلمية التي عم تشتغل بسوء الامتصاص بالداء الزلاقي. هلا هناك دراسات عم تجرى الآن، ولكل مرضاني عم يقول إذا عم يسمعوني ممكن يضعوا خميرة ما نسميها الجلوتيناز التي تحل مادة الجلوتين الموجودة في الخبز العادي في الدقيق القمح. فإذا أزيلت هذه المادة تفككت لا مانع، ولكن هذا الكلام إذا ما نزل في الكتب المدرسية بنسميه تكست بوك، ما نزل ما فينا نقول هل ملاحظة للمريض نعتمد عليها. نعتمد عليها. دكتور، في عنا سؤال على البث المباشر من الأخت هيفين شيخ، وعم بتسأل ما سبب تكرار الغثيان في الصباح الباكر وعند شم أي رائحة؟ أعتقد هو جزء من العنوان المحاضرة. إذا الأخت بتضل تابعنا بتوقع هو من الأسئلة اللي رح في بعض المواضيع التي حضرنا بالضبط. أخت هيفين إذا بتنتظر شوي إن شاء الله رح نحكي عنها ورح نجاوب على السؤال. تماما دكتور. طيب دكتور، هلا شو أسباب مرض سرطان الكولون وأبرز أعراضه؟ أيضا سرطان الكولون من السرطان الشائع الحقيقة في بلاد الدنيا. قديما كان عندنا نسبته قليلة. السبب نحن بلدنا بلد نباتي، كان نعتمد نحن الألياف النباتية الحقيقة كتير. الألياف النباتية شو هي؟ يعني كل شيء خضروات الخضراء واللحوم الحمراء نحن كنا، وما ناكل الأكل المدخن كتير، أكل يعني الأطعمة المدخنة اللي أنت عم تحرقها كتير على الدخان، وهي ما كان متوفر، ما كان عندنا كتير. فكان بلدنا بلد زراعي، وببلدنا كان نسبة تنشؤات الكولون أو سرطانات الكولون قليلة. ولكن في الآونة الأخيرة أنا وزملائي عم نلاحظ في 10 سنوات الأخيرة ازدادت النسبة. أنا عندي مرضانين، يعني صدقا عندي مرضى 25 سنة و30 سنة و35 وبكثرة. الحقيقة هذا المرض ما كنا نشوفه حقيقة قبل 55 سنة. شو السبب دكتور هون هلأ بعد ظهوره؟ الحقيقة كدراسات أو إحصائيات دقيقة ما عندنا، ولكن اللي عم لاحظه أنه ممكن تكون نسبة الإشعاعات واردة جدا، ممكن يكون النظام الغذائي له دور، في آفات بنسميها طبعا أشياء على الأسباب اللي نجي بمقدمتها العمر مثل ما قلت، ولكن مع الأسف أنا شايف هون ببلدنا ما عاد احترم العمر، يعني عم يجي بأعمار صغيرة. 2 النظام الغذائي، البروتينات الكثيرة، الأكل المدخن، الأكل قليلة الألياف، الأكلات قليلة الألياف، يعني ما نكتر من الخضروات، الأكلات الجاهزة فاست فود، الأكلات السريعة بصراحة هي كلها مضارة. مسببات. الحركات دكتور؟ هلا الحركات ما فيني أقول لك، لأنه نحن بالنسبة لنا لا قولا لا. بالنسبة للأمراض الصدرية ممكن أقول لك سبب رئيسي، بالنسبة للربو، بالنسبة للاضطراب الطرق، ولكن بالنسبة لي كتنشؤات الكولون بيجي عندي رقم 1 العمر، رقم 2 الحمية الغذائية، رقم الكحول، ممكن التدخين، ممكن المدخنين، هاي من العوامل المؤهبة. في شيء نحن نسميه داء البوليبات العائلي، هذا كتير 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 مهم. هذا عندما نكتشف هالمرض هذا داء البوليبات العائلي عند شخص، اتصور لازم مرض وراثي جسمية مقهورة. يعني إذا الشخص عند شخص ضمن عائلة، يجب كل الأشخاص اللي ضمن أفراد هذه العائلة أن يستقصوا، يعني أن يجرى لهم على الأقل تنظير سينو مستقيم، لأنه في عمر 15 سنة حصرا لعمر 15 لازم كلهم يكونوا استقصوا، لأنه ممكن بعد 15 سنة يصير عندهم هالبوليبات أو تتحول إلى تنشؤات تحول سرطان الكولون. فداء البوليبات العائلي اسمه فاميليا الأدينو بوليبوزس، داء البوليبات العائلي. بعض الأمراض الالتهابية كثير نشخصها ببلدنا، اسمه التهاب كولون تقرحي وداء كرون. الحقيقة هدول من أحد الآفات التي كمان تؤهب الله. طيب دكتور، كيف ممكن نتعالج من هذا المرض سرطان الكولون؟ على سرطان الكولون نحن لما نشخصه، الشيء الكويس فيه انه طبعا الحمد لله هو من السرطانات اللي ممكن تشفى، غير خبيث. لا خبيث، ولكن قابل للشفاء، في نسبة شفاء. هلا في بعض التنشؤات الحقيقة انذارها سيء جدا، مثل تنشؤات البنكرياس والطرق الصفراوية، انذارها 6 إلى 12 شهر، والمريض يتوفى الحقيقة مع الأسف لعدم توفر أو لصعوبة ولغزارة هذه الأوعية غزارة هذه الأعضاء بالأوعية والعقد الليمفاوية وموضعها وإلى آخره بسبب الانتقالات. لأنك عندما تشخص هذا يكون مريض قد انتقل، اللي يكون قد الورم انتقل إلى ما يكون ورم الكولون. إذا أنت مثلا بعمر 40 سنة عملت لك تنظير سينو مستقيم أو كولون آخر، لأنه 50% من أورام الكولون تتوضع في أول 25 سنتي الحقيقة. أول من الشرج حتى 25 سنتي الحقيقة
ممكن تكشف أنت يعني تنقذ المريض تكشفه. فنحن لما نكشف المريض والحقيقة الحمد لله قدر الإمكان يعني ياما يعني كشفنا آفات بوليبية عن المريض وتم استئصالها. والحقيقة وفي هناك أورام الكولون الحمد لله تستجيب. نحن لما نشخص ورم الكولون العمل الجراحي قولا واحدا هو الخط الأول، وهناك القسم الثاني العلاج المتمم، نعم، الأدجوفان ثيرابي، العلاج المساعد أو المدعم هو العلاج الكيميائي وأحيانا العلاج الشعاعي. في عنا كمان سؤال دكتور من الأخت جيهان خليل، هي عم تعاني من مرض الحموضة. دكتور شو بتنصحها؟ مرض الحموضة هلا مثل ما قلت الحموضة في ناس بتختلف حسب إفراز المعدة الحامض هذا الحمض كلور الماء، بنية الشخص له. وأحيانا على فكرة من شخص ونضع التنظير ونقول له يا دكتور أنت طلبت مني تنظير كمان وما شفيت، ونلاقي الحقيقة الصعوبات هاي. فأحيانا في شيء اسمه حساسية المعدة للحمض. ولكن بشكل عام الحموضة مثل ما قلت هلا هي غالبا هي المريضة عم تقول حموضة، ولكن غالبا فوهة الفؤاد عندها قاصرة، الحموضة تطلع لفوق يعني. نعم. المشكلة هي في فوهة الفؤاد وليست في حموضة المعدة. فهون هذا العلاج مثل قلت هو علاج دوائي بدها تاخذه بشكل مستمر. تعدل الدواء على كيفها. احيانا هن بتعرف اكيد لما اذا هلا بدها تحكي تقول دكتور اخذت الاوميبرازول واخذت اللانسودول يا دكتور واخذت الميبرازول واخذت الايزوستوم وما خليت دواء يا دكتور وعم ترجع. فعلا لما المريض عم ياخذ يقول لك يا دكتور عم باكل حديد ما عندي مشكله. لما عم تترك هذا الشيء المريض الأعراض تظهر ومثل ما قلنا العلاج الشافي هو العمل الجراحي الحقيقي. في كمان عندنا الأخت وداد عم تسأل مساء الخير، بس حبيت أسأل الدكتور إن الإنسان عم ينصاب بسوء الامتصاص وهو بعمر كبير شوي، طبعا حكينا عن هالشيء إنه هو معرض للإصابة بسوء الامتصاص من عمر سنة إلى 8 سنة. أبدا هذا المرض يحدث من عمر سنة إلى 8 سنة. نعم. في كمان عندنا سؤال من الأخت برفين عيسى عم تسأل الأستاذ، أنا منذ سنة أجريت تنظير للمعدة والقولون، ونتائج التنظير قالوا له شوية التهابات، وأخذت أدوية إمبيرازول عيار 50، وتبين لي أن أعراض مرضي حرقة في بطني وظهري، وأخذت أدوية للحزام الناري. فما هو علاج الحزام الناري؟ علاج الحزام الناري نحن نسميه مشان المشاهدين يعرفوا شو هو حزام النار أو الحزام الناري أو داء المنطقة. نحن علميا نسميه هيربس زوستر، داء المنطقة. هذا سببه مرض فيروسي. نفس الفيروس في أنماط الفيروسية. الحلق البسيط له نمطين، نمط واحد ونمط الثاني. النمط الأول هو بيصيب عادة فوق الزنار، يعني فوق الزنار الحوضي بنسميه، مو إنه فوق القشاط، يعني زنار الحوض فوق. الهيربس زوستر، هيربس هو العامل المسبب. هو عادة الإنسان يكتسب الفيروس، وعندما بمرحلة يخمد الفيروس وأيضا يقعد ويهجع في العقد الودية بجانب العمود الرقبي أو العمود القطني أو الظهري. العقد الودية عادة بفترة من الفترات أو لسبب من الأسباب هذا الفيروس يعمل لي هالمشكلة، فتكون عادة على مسير أعصاب. نحن نسميها على شجرة الميلاد، على مسير الأوراب العادية بتصير. سأليك يقولوا حزام النار. فبتصير على مسير الأوراب. إذا بتلاحظها مثل شجرة الميلاد إنه تكون على مسير كشجرة الميلاد على مسير الأعصاب التي أصيبت فيها الحقيقة. العلاج هو أهم شيء عدم الاستحمام، يعني مشان ما تنثقب هذه الحويصلات وهي الفقاعات هاي حتى تجف هذه الحويصلات. 2 في أدوية نحن نسميها أسيكلوفير، طبعا المشتق التجاري اسمه فيراميد، بنعطيهم مراهم، بنعطيهم الحقيقة حبوب لتخفيف سير الآفة، ولكن ليس للشيء يعني سوف تشفى إن شاء الله. العقابيل ممكن يصير الاختلاط أو العقابيل الوحيدة اللي ممكن نعاني منها هو الألم ما بعد الشفاء. الألم مزعج شوي، نسميه ألم زناري، ألم زنار النار لما بعد الإصابة بالهيربس سيمبلكس. دكتور، في ارتباط ما بين حموضة المعدة وقرحة المعدة؟ هي ليست مختلفان. نعم، موضوع مختلف طبعا 100%. ولكن عادة لاحظوا اللي يصير عنده قرحة الاثني عشري أو قرحة المعدية ممكن يكون درجة الحموضة عالية عندهم، يعني نازلة 4 3. بالعكس هو كل ما كانت الحموضة نازلة لكن وفي شيء اسمه الإفراز القاعدي، الحمض القاعدي، وفي إفراز الحمض الذروي. فيكون لاحظوا أنه ممكن يكون عند بعض مرضى القرحة الإفراز الحامض القاعدي مرتفع شوي. أما ليس كل مريض لديه حموضة يجب أن يكون لديه قرحة، قولا واحدا. نعم. في كمان عندنا سؤال من الأخ
يوسف حسن محمد عم بيقول أنواع السكري والضغط والمعالجة بتوقع هي خارج موضوع الاختصاص. نقدر نعطيه فكرة بشكل عام دكتور؟ بشكل عام يقسم الداء السكري إلى 3. داء السكري تايب 1 تايب 2 والسكر الحملي. السكري تايب أول يصيب عادة وليس دائما، عادة لما نقول عادة يعني بشكل عام يصيب الأعمار تحت 40 سنة. السكري تايب 2 وأيضا يقسم إلى عدة أقسام، وسكر مودي كمان نسيته. إذا تايب 1 تايب 2 مودي سكر حملي. التايب 1 علاجه قول واحد أنسولين مدى الحياة، إبر مدى الحياة، ولا حدا يناقش فيها. النمط الأول لأنه الأنسولين عوز مطلق. نعم. النمط الثاني هناك علاجات كثيرة، وما حاب أدخل أنا صحيح معي اختصاص داخلية وعامل دراسات عليا داخلية، ولكن الحقيقة لا أحب أن أخوض في تفاصيل دقيقة. زملائي أخصائيين غدد هم الذين يتولون في المهمة. النمط الثاني أحيانا يكون ضمن عيادتي، طبعا ممكن أنا أتجاوز، يعني ممكن أنا أو غيري، أو لأنه يجوز لنا طبعا كطبيب داخلي وتعطي علاج صح طبعا أنت. والحقيقة أنا بتمنى انه انت قادر على ان تعالج هذا المريض. لا داعي انه والله فرضا عندي داء سكري خفيف ان تعالجه، هذا صح طبعا طبيب اخصائي داخلي ممكن تعالج. فالحقيقه هو النمط اول. النمط الثاني النمط الحملي هدول عند الحوامل يصير انه تشخيص معينه، وهي وعاده عاده ما يعود بعد الانهاء، بعد الوضع، بعد انهاء الحمل. العلاجات طبعا النمط الثاني هو العلاجات تعديل نظام الحياه زائد خافضات الوزن زائد منظمات السكر وأدوية أخرى. لكن الحمية يظل، لأنه أغلبية النمط الثاني يكونوا بدينين المرضى بالسكرين. ارتفاع التوتر الشرياني له درجات، له معايير، في معايير للدرجات. هذا ارتفاع التوتر الشرياني درجة أولى، درجة ثانية، درجة رابعة. في ارتفاع التوتر الشرياني خبيث، في ارتفاع التوتر الشرياني ليس خبيث بمعنى أنه سرطاني، عفوا ليس سرطاني، وإنما ارتفاع التوتر الشرياني خبيث لأنه يؤدي إلى مظاهر خبيثة، إلى له تعريف أيضا. يكون ضغط الانبساطي أكثر من حد معين، في اضطراب، في إصابة نهائيات، إصابة العين، إصابة الدماغ، إصابة القلب، أو إصابة الكلى لا سمح الله. أيضا الحمية في هذول المرضين هو الحمية هي الأساس، ومن ثم العلاج الدوائي. الحقيقة يعطيك العافية دكتور. طيب دكتور، رح نحكي شوي ما هو التسمم الغذائي وما هي سبب حدوث التسمم الغذائي. هلا التسمم الغذائي موضوع شائع كتير، وموضوع يعني خلينا نقول انه عامي. التسمم يعني بالضبط هو عبارة عن انه انت تناولت طعام وصار عندك تسمم. صار تسمم شو يعني اعراضه؟ تسمم راح هو ألم بطني، إقياءات، إسهالات، حرارة، وهن، تعب عام. الحقيقة أغلبية التسميات بنسميها نحن سيلف ليميتد، يعني محددة لنفسها. بمعنى يعني أنت يا أما جبت أكلة جاهزة أو مو نظيفة، يا أما ذيفان هذه الجراثيم، أو هاي الجراثيم بحد ذاتها تكون موجود فيها. الغالبية العظمى تكون أنت أكلات من برا، ممكن البيت أيضا عندما يكون النظافة العامة مو كتير موجودة. أغلب الأوقات نحن بصراحة تجي من الخضروات والموجودة في بلدنا، مع الأسف تسقى بمياه المجارير، وهذا أكبر غلط. هذا غلط صحي الحقيقة. لا يمكن أن نعالجه نحن كأطباء ولا السبب الأساسي إذن في تحضير الطعام أو إنتاجه، أو الأكلات الجاهزة اللي ممكن تعمل لي جائحات. مثلا في مادة معينة، مادة الكريم توم فرضا فيها حمى تيفية، مثلا سالمونيلا تيفية، فهون رح أي شخص أخذ من هذا على الأغلب تيصير معه هاي. عادة أعراضها تظهر خلال ممكن ساعات إلى أيام، يومين تظهر الأعراض. الأعراض دي قلنا وهن، تعب عام، إقياءات، إسهالات، وعادة يكون محدد لنفسه. في بعض الحالات تحتاج للعلاج بالمشفى، أدوية أو سيرومات، وقبول 24 ل 48 ساعة في المشافي. الحقيقة دكتور، قبل ما يداركنا الوقت رح نجاوب على سؤال الأخت هيفين شيخو عن ما سبب تكرار الغثيان في الصباح الباكر وعند شم أي رائحة. هلا الحقيقة أنه الإقياءات موضوع وبحث واسع كتير، ولكن رح أركز على 3 مواضيع مهمة كتير. الموضوع الأهم هو أنه الأنبوب الهضمي، 2 السبب الكلوي، 3 السبب العصبي، وليس أنه المريض العصبي، يعني الجملة العصبية المركزية. نعم. الحقيقة أكثر سبب للإقياءات الصباحية مع الصداع، وهي بتتوجهنا طبعا أنا كطبيب بدي أفحص مريضي، أفحصه فحص عصبي. أنا ما عندي مثلا مريض أفصله هذا فحص هضمي وهذا عصبي وهذا. هناك أعراض طاغية أحيانا. المريض يا دكتور عندي ألم أسفل ظهر، مو معقول تروح عند طبيب داخلية هضمية. أكيد. أيوة، فبتروح عند طبيب عصبية واضح مبين الشغلة، أو طبيب عظمية أو إلى آخره. إنما المريض يجي بأعراض تكون هي عرض للأجهزة ال3. هلا آفات الكلية بتعمل لي
آفات كلية بتعمل لي الإقياءات والغثيان. ليش؟ بسبب ارتفاع البولة والسموم الموجودة في الدم. الكلية ما عم تصفيها سموم. الجملة العصبية المركزية ممكن تعمل لي كيف لا سمح الله أورام الدماغ، أورام المخيخ، التهابات المخيخ، التهابات الدماغ، تعمل لي الأعراض هاي، وخاصة إذا كانت الشغلة حادة، التهابات السحايا. أنا يجيني مريض كتير على عيادتي مثلا بيكون يا دكتور أنا عندي عم راجع، طبعا عم يراجع جازني بقيئات، بس أنا أفحص المريض ككل. فهون فحصت المريض في عنده حرارة 39، في عنده صداع، في عم بعمله فحص عصبي، ملاحظ إنه في عنده بعض الموجودات التي تشير نحو التهاب السحايا. فبطلب من المريض أو من أهل المريض ذويه إنه هالمريض هذا يحتاج إلى استشارة أمراض عصبية أخي مشان ننفي التهاب السحايا. فالأشياء السبب الهضمي هو اللي عنا نحن قلنا في 3 أسباب كبيرة لازم ما ننساها نحطها ببالنا. السبب الهضمي الأشياء مثل ما قلت في أول الجلسة أنه أنا عندي منعكسات الغثيان موجودة من البلعوم وحتى مسافة متر، يعني حتى ال12 موجودة الحقيقة. أي تخريش على مستوى هذا الشيء ممكن يعطيني الشعور بالغثيان وحتى الإقياء. الحقيقة نحن بعد ما ندرس دراستنا هاي أغلبية الحالات هي صداع الغثيان الصباحي، ما بنشوف نلاقي سبب. بنعمل جملة تخطيط، بنعمل وظائف الكلية الطبيعية، بنعمل طبقي محوري ورنية استشارة عصبية ما في شيء، بنعمل بذل دماغي ما في شيء، بنعمل تنظير هضمي ما في شيء. الحقيقة أغلبية هو عصابية المنشأ، أو مثلا بنحمي نسمي حالة كما نقول بالحالة عادة يقول حالة نفسية يعني نفسية. نعم. فنحن ما نقول، نحن نقول وظيفي. نحن بالطب في شيء وظيفي في شيء عضوي. فالحالات الوظيفية هي الحالات التي تحدث يا دكتور لك أنا مش عم توجع، يا دكتور لك ليش عم راجع، أنت عملت لي فلان وفلاني، يا دكتور احترنا وهلكنا وحطينا مصاري ورحنا وما خليت طبيب ورحت حتى الشام ورحت حتى فلان. فنحن نسمي في آفات وظيفية الحقيقة بعد أن تتأكد وتثبت أنه هذا المرض وظيفي وليس مرض عضوي. نعم. طمأنة المريض مهم. يجب أن تطمئن المريض بأن مرضك مرض وظيفي، لا يعيقك عن عملك، لا يعيقك عن دراستك، لا يعيقك عن شغلاتك اليومية، ولكن تعطيه نظام صحي، نظام يعني تنظيم الحالة الشخص. هذا الشخص عصبي، بتعطيه شوية تهدئة، بتعطيه شوية حبوب، تمنعه من المؤرقات مثلا إذا كان الكحول، إذا كان التدخين، إذا كان وسائل التواصل على الانترنت كذا يسهر الكثير الحقيقة. فأشياء أسباب الإقياءات اختهيبين إذا كانت دراسة سلبية الحقيقة هو وظيفية المنشأ. وبتمنى الطمأنة جزء كبير من العلاج، 50% من علاجه أكثر هو طمأنة المريض، إنه تطمئني ما عندك مرض عضوي، ما في مرض مضني، ما في مرض بيعيقك عن هذا عن عملك وعن حياتك الشخصية. دكتور بشكل عام هالحالة بتحتاج إلى تشخيص وعم نعالج حسب طبعاً المسبب. طبعا نعم. طبعا حسب نوع نبحث عن كل مريض. بيجيك ما تفكر مريض يروح على عيادة أو يروح على مركز إنه والله عبث. أحيانا نحن بعياداتنا ممكن تصير بعض الهفوات، طبعا يا أخي ما فيك شيء، زوجتك ما فيها شيء ترى. فأحيانا المريضة تأخذ موقف من هذا الطبيب، أو مثلا الرجل شفتي شلون مثل ما قلت لك ما فيك شيء. فليست الفكرة هون، ليس معنى إنه إذا المريض ما شفت شيء نقول الحمد لله فلان طبيعي فلان يا ما في شيء، ليس إنه لا يوجد شيء. يعني لازم مو ضروري دائما كل مريض يطلع عنده مرض معين لحتى أقول له يا أخي هذا الزلمة ما عنده شيء. ولكن مثل ما قلت إنه في آفات وظيفية وفي آفات عضوية. نحن دائما غرضنا جل اهتمامنا إنه دائما نبحث عن الآفات العضوية ضمن استطاعتنا. نعم. أنا أتكلم من هذا المنبر لا أقول بأن أنا أكتشف كل، ولكن نحن على الطبيب أن يكون، وطبعا المريض كمان يجب يكون متعاون وأتمنى يكون متعاون ليكتمل هذا الشيء، يعني حتى نشخص المرض ويهمنا ننفي الأسباب العضوية الحقيقة. دكتور في كمان عندنا الأخت مي يوسف عم تسأل ممكن أعرف حبوب الفيتامينات سينتريكس شو تأثيرها على المعدة؟ كل ما أخذ هالحبة بيصير معي مراجع إقياء يعني. فيتامينات سينتريكس نعم. بقناعتي الشخصية سينتريكس هو مركب يحوي مجموعة فيتامينات مع عناصر معادن زهيدة. أتوقع الشكل الأشعة يكون من الحديد. المركبات الحديد بتاع مثل ما قلنا بالمحاضرة أو بالجلسة إنه هي بتعمل التهاب مري. نعم. مركبات الحديد مخرشة قد يكون منها. في هناك مركبات أخرى لا تحوي على الحديد. إذا ليس لديها عوز حديد فلنبدل هذا الدواء نستبدله بدواء آخر إن شاء الله بتصير كويسة. في كمان عندنا سؤال من الأخ زكريا أبو فرهاد عم يقول دكتور المريض اللي معه سكر هل يأكل خبز الشعير وهل يؤثر عليه هذا الشيء؟
طبعا المريض السكري نحن كان قديما طبعا قديما كانوا يا أخي أوعك لا تأكل حلو، لا تأكل مواشي، لا تأكل فواكه، أوعى هذا الحكي طبعا. نعم. حاليا أصلا مريض السكري نعم هناك بعض المواد اللي قطعا المريض ما لازم يأخذها، ولكن يجب أن يكون وارد الإنسان اليومي، نقسم الوارد إلى بروتينات ودسم ونشويات أو سكريات كربوهيدرات يعني. يجب أن يكون 30 إلى 40 من وارد المريض السكري على الأقل. إذا أنت لا تعطي للمريض نشويات والمحرقة، في هناك حلقة كريبس تشتغل وفي كل عضو في حلقة كريبس، أنت إذا هالمحرقة وبدها بنزين، طيب مين راح تجيب هالبنزين إذا ما أعطيتها؟ شو بتساوي؟ بتجيب الشحوم وتحرقها، فهون صارت المضاعفات اللي تصير أسوأ. أنت تعتمد على الطريق الخطأ. سيارتك على البنزين عم تحط فيها مازوت، صحيح عم تشتغل بس عم تأذي السيارة. فأنت هالبنى هاي الدقيقة واللي الله سبحانه وتعالى خالقها عم يسبب ضرر، هي عم تشتغل على السكر الجلوكوز. نعم. وانت ما عم تعطيها جلوكوز، عم تروح تشغل الشحوم وتدخل بطريق لا هوائي، عم تشتغل الطريق اللاهوائي المؤذي، تنتج مركبات وسموم مثل الحموض فري فاتي أسيد بنسميها الحموض الدسمة الحرة، والمشتقات اللي نحن ما نريدها طبعا. دكتور، وجود الديدان في الأمعاء شو هي أعراضها الظاهرية البارزة، وكيف ممكن نتخلص من هالديدان دكتور؟ هلا الحقيقة أيضا نعود نكرر دائما في المجتمعات التي يكون فيها تدني المستوى الصحي وتدني الاهتمام بالصحة وعدم وجود النظافة، أيضا هاي من الأمراض اللي فيها الحقيقة. نحن أشياء الديدان اللي نمارسها نشوفها بالممارسة أنا وزملائي الحقيقة بنسميها ديدان دبوسية، بالعامية نسميها الحرقص، يعني هدول مثل خيوط البيض، هدول أكتر شيء. وفي بلدنا أيضا الإسكاريس كتير شائع كما قلت لك، إنه الخضرة وكذا هي عبارة عن اللي عم نشتغل على المياه المجارير، وبصراحة الخضرة منظفة. هدول الأعراض هي الحرقص أكتر شيء، حكة شرجية الحقيقة، ولكن عم تلاحظ أنت عم تفحص المريض ما عم تلاقي شيء بالفحص الطبيعي، ولكن يشكي لك يا دكتور خاصة بالليل في عندي حكة شرجية. في شيء كان اسمه اختبار الشريط اللاصق، نحن بالعادة كان شخص هلا مو متوفر الحقيقة، كان نشوف فيها بيوض الديدان. لما أنت شفت بيوض هاي فمعناته أنت شخصتها. أما الإسكاريس هدول بصراحة في إلى فحص البراز، فحص كتير مهم، وهذا الفحص مهمل الحقيقة، ولكن صح فحص رخيص وفحص يعطي معلومات دقيقة كتير بيعطيك معلومات عن أنبوب الهضم، تصور يعني معلومات جمة عن أنبوب الهضم، عن حالة أنبوب الهضم، يكشف لك حالة التهابية، يكشف لك بعض الجراثيم، يكشف لك طفيليات الحقيقة. وهناك طفيليات الشريطية منها الشريطية المسلحة والشريطية العوساء العريضة وإلى آخره. الحقيقة الدواء المتوفر بيننا نحن نسميه البندازول، وهو أفضل دواء بحقيقة طارد للديدان البندازول. بس نحن ببلدنا أشياء شيء هو الحقيقة الديدان الحرقص والإسكاريس. والالبندازول هو بدي أوصل فكرة كمان للمشاهدين الكرام أو للمستمعين الكرام. عندما نعالج مريض، أنا بعيادتي هيك عم بتصرف، أنا بعالج العائلة كاملة، لا يجوز علاج شخص وحيدا، بتعالجه لأنه أنت موجود في نفس العائلة. ربما تنتقل طبعا عن طريق الفم براز. أغلبية الأطفال صغار دائما نقص الأظافر ونحافظ على نظافة كتير الأظافر والحقيقة والنظافة الشخصية، إنه الأطفال الأم تروح مثلا تغسله بعد ما يطلع من WC من الحمام الحقيقة. وخاصة البراز هي تنظفه، هي بتنشفه وتغسل ايده وتعلمه انه بس يطلع من الحمام يعمل غسيل لايده بالصابون او بالصابون على الاقل، يا اخي مو معقمات، بالصابون اذا في مجال، وتحتاج ل 20 ثانيه تقريبا ماء وصابون لحتى الحقيقه ننظف. دكتور، في نهايه هذه الحلقه لو تحكي لنا بايجاز عن التهاب الكبد بشكل مختصر وعن انواعه دكتور. التهاب الكبد طبعا مثل اي التهاب، مثلا نحن نقول قريب رشح. فالتهاب الكبد هو عضو من جسم، هو أكبر غدة موجودة في جسم الإنسان الحقيقة. نعم. له مثل ما يصير التهاب المعدة، مثلا التهاب الأمعاء، مثلا التهاب العضلة القلبية، التهاب الدماغ، يصير عندي التهاب الكبد. التهاب الكبد ليش نحن بنخاف عليه؟ الكبد هو المصنع وهو الجمرك وهو إيش ما بدك، الشيء الفخم رائع جدا، صناعة إلهية ما شاء الله. نعم. يعني دقة في التركيب، دقة في الدفاع، دقة في المناعة وفي الصفراء وفي تشكيل الصفراء، يعني تركيب دفاع إلى عجيب وغريب. نعم بالضبط. هون نحن المصنع عندنا لما يتعطل الجواري بدك تعطيه راحة، فنحن لما نشخص التهاب الكبد قولا واحد مهما كان السبب هو الراحة الحقيقة، نريح المريض، نقول له ارتاح، راحة في السرير، بالإنجليزي يسموه بيد ريست. بيد ريست يعني
الأشياء التهابات الكبد هي فيروسية. هناك من A ل E حوالي 8 أو 10 فيروسات لها ألفة تصيب الكبد. هاي بالنسبة للفيروسات اللي لها عشق أفينيتي إلى ألفة للكبد. وهناك بعض الفيروسات الثانية مثلا إبشتاين باير CMV نسميها، هاي بقى حالات نادرة. اللي يهمني أنه ببلدنا نحن أعود وأكرر هو التهاب الكبد اللي أيضا يعتمد على الصحة وينتقل عن طريق الماء والطعام الملوث. طريق الانتقال فم براز، أيضا أغلبيته شائع بين الأطفال، والإنذار سليم مثل قريب الأطفال بنسميه الحقيقة. فأغلبيته ممكن حتى ينصاب الطفل ولا يحس فيه الحقيقة إلا صار عنده طور يرقاني. الطور اليرقاني لحسن الحظ يصير 40 ل 60%، يعني ممكن 40 ل 60% المريض ما يصير عنده لون صفار، يعني بالعامية اسمه أبو صفار. يا دكتور أبو صفار يوصل 2000، مو أصلا الإنزيم الكبدي الخميرة وصلت لها شيء. الأبو صفار يعني اللون اليرقاني، اللون الأصفر في العينين في الصلبة بنلاحظ نحن بالحقيقة. هو مرض سليم عند الأطفال، مثله 1 بالألف. كل 1000 حالة ممكن شخص يتدهور، بنسميه التهاب الكبد الصاعق. حالته خطيرة، حالة نسبة الوفيات فيها عالية. العلاج الوحيد لالتهاب الكبد الصاعق هو زراعة الكبد، ومع الأسف غير متوفر في بلدنا. الشق الثاني طبعا الالتهاب الكبد عند الكبار انذاره أسوأ شوي، مزعج أكثر عند البالغين والكبار، لأنه ممكن ترافق بأعراض أخرى من التهاب عضلة قلبية، مع التهاب سحايا، مع التهاب عضلات، مع آفات أخرى ذات رئة. ممكن تصير عندي التهاب رئة. يعني الشيء اللي بدي ركز عليه كتير مغري وهو منتشر في بلدنا أيضا، الفيروس بي اللي نسميه بالعامية العام الأسترالي. نعم. وهو المخيف العالم، هو فعلا مخيف، يعني فيروس مخيف عندما تهمله. إنما إذا راقبته فهو إن شاء الله تعالى أيضا من الأمراض التي ولو ما ممكن نقدر إذا ما شفيناه لكن ممكن نعالجه الحمد لله رب العالمين. في عندنا 5 أدوية فموية، وفي عندنا نوع من الإبر نسميه الانترفيرون، متوفرة 48 إبرة سنويا كل سنة نعطيهم. هلا نحن هذا الفيروس متوفر محافظة الحسن، منتشر فيه، هو باء موجود فيه. نسبة الانتشار تراوح بين 2 ل 8 عالميا. هن عم يحكوا بلدنا من البلدان اللي عالميا 2 ل 8. إحصاءاتنا كانت نوعا ما موجودة مرتفعة. محافظة الحسكة موبوءة بهذا الفيروس. طرق الانتقال الأشع شيء 3 طرق: من الأم إلى الجنين أثناء الولادة. فلذلك منظمة الصحة العالمية تنصح بكل أم حامل يجب أن يجرى لها العامل الأسترالي، لكي نحاول أن نخلق جيل خالي من العامل الأسترالي. أنت لا تستطيع أن تزيل هذا الفيروس من الدم، ولكن أمنع انتقال هذا الفيروس إلى الجيل الجديد. فلذلك الأم الإيجابية نحن بنعمل تدابير وخطة، نقول عند الولادة لازم تكون فلان، الخطة الفلانية 1 2 3 بنعملهم صراحة. يعطيك ألف عافية دكتور، داركنا الوقت. على عيني وراسي، أهلا وسهلا. لا يسعني في نهاية هذه الحلقة سوى أن أشكر ضيفي الكريم الدكتور خير الدين حسين، أخصائي بالداخلية والهضمية، على تواجده معنا اليوم. وجزيل الشكر لكم أعزائنا المشاهدين والمستمعين، على أمل أن نلقاكم بخير وعافية في الأسبوع المقبل. تحية لطاقم العمل على حسو وشيرين تيلو. من هنا إلى حلقة قادمة، أنا محمد عيسى أحييكم، وفي أمان الله. راديو بوير FM.